إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أيها الأحبة الفضلاء، زاد شر الناس إلا من رحم الله في هذه العصور المتأخرة، كما أخبر بذلك نبينا صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. فوقع الأمر كما أخبر في البخاري أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قال: يأتي على الناس زمان لا يبالي المرء مما أخذ أمن حلال أم من حرام. وربنا جل وعلا ينادي أهل الإيمان وينادي الناس أجمعين. ربك جل وعلا هو الرزاق، ويأمرنا جل وعلا بأن نطلب ما عنده من طريق يحبه، من طريق شرعه جل وعلا. فقال جل ذكره: يا أيها الذين آمنوا كلوا من الطيبات. بل صح عن نبينا عليه الصلاة والسلام أنه قال عليه الصلاة والسلام: إن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات، وقال: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. ثم ذكر الرجل أشعث أغبر يطيل السفر يمد يديه إلى السماء: يا رب يا رب، وقد غذي بالحرام، وملبسه حرام، وطعامه حرام، فأنى يستجاب له. والحديث عند الإمام مسلم. أي كيف يستجيب الله لهذا؟ عباد الله، هذه صورة رجل عابد لله جل وعلا، عابد لله، ليس فاجرا لا زانيا ولا صاحب خمر، لكن بلاؤه الشديد أنه يأكل الحرام. فالله جل وعلا لا يقبل له دعاء مع تخشعه، مع تذلله، مع تضرعه، ومع ذلك الله لا يقبل دعاءه. فصاحب الحرام يا عباد الله متوعد بالنار، كما جاء الخبر عن نبينا صلوات الله وسلامه وبركاته عليه في الصحيح أنه قال: إن أناسا يتخوضون في مال الله لهم النار يوم القيامة، لهم النار يوم القيامة. وصاحب أكل الحرام يا عباد الله ملعون في أحاديث كثيرة عن نبينا صلوات الله وسلامه وبركاته عليه على اختلاف المكاسب وطرقها. فقد لعن النبي عليه الصلاة والسلام آكل الربا وموكله، ولعن صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم الراشي والمرتشي، ولعن نبينا صلوات الله وسلامه وبركاته عليه غير هذين الصنفين ممن يأكل الحرام. فيا عباد الله، آكل الحرام ممقوت عند الله جل وعلا،
بل كما جاء في الحديث عن نبينا صلوات الله وسلامه وبركاته عليه أن كل لحم نبت من سحت فالنار أولى به. الحديث صححه الألباني رحمه الله تعالى. عباد الله، لماذا يا عبد الله تأكل الحرام؟ لماذا تأكل الحرام؟ أتظن أن الله جل وعلا لن يرزقك من حلال؟ لا والله. فآكل الحرام سيء الظن بالله، لا يثق بالله جل وعلا. آكل الحرام متعد لحدود الله. لماذا سيء الظن بالله؟ لأن الله قال في تنزيله: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. هل صدقت كلام ربك؟ ولأن الله قال في تنزيله: وفي السماء رزقكم وما توعدون. ولأن نبينا عليه الصلاة والسلام قال: إن روح القدس نفث في روعي أنه لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب، خذوا ما حل ودعوا ما حرم. كلام نبينا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فاتقوا الله وأجملوا في الطلب، خذوا ما حل ودعوا ما حرم. عباد الله، إن الذي يأكل الحرام يا عباد الله كما جاء في الأحاديث التي سبقت ملعون عند الله جل وعلا. بل إنه يا عباد الله تتسلط عليه الشياطين ويعذب في قبره. فربنا جل وعلا قال: الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان انتبهوا من المس. كثير من الناس يصيبه صرع، يصيبه مرض، يتسلط عليه الشيطان وقد أكل الحرام. كثير من الناس يقول: دعوت فلم يستجب لي، لأنك أكلت حراما. وطرق الحرام متعددة عياذا بالله. وانظروا إلى نبينا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم كيف كان حاله وصحابته الكرام في البعد عن الحرام. فنبينا صلوات الله وسلامه وبركاته عليه يرى الحسن رضي الله تعالى عنه، يراه يأخذ تمرة ما تساوي شيئا، فيقول: كخ وينزعها من يده خشية أن تكون من تمر الصدقة. هذا نبيكم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه مع طفل صغير، فكيف بالعاقل الكبير؟ وانظروا إلى الصديق رضي الله عنه وأرضاه، يأتي خادمه بطعام فيأكل الصديق رضي الله عنه وأرضاه وهو لا يعلم، ثم يخبره الخادم أن هذا الذي أكله إنما كان عن كهانة وكان لا يحسنها تكهنها في الجاهلية. فإذا بالصديق رضي الله عنه وأرضاه يدخل يده في فمه ليقيء كل ما دخل بطنه. هكذا كان أصحاب نبينا صلى الله عليه وسلم. بل كان سلفنا الصالح رحمهم الله تعالى الواحد منهم إذا علم أن فلانا يرابي فلان وضع ماله في البنوك الربوية فلان، فكان لا يستظل بظل بيته. جدار البيت فيه ظل والشمس شديدة، فيكره أن يستظل في ظل هذا المرابي. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله ذي العزة والجلال والكبرياء والجمال، أحمده جل وعلا، هو المحمود على كل حال. وأصلي وأسلم على سيد خلقه وإمام رسله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أيها الأحبة الفضلاء، المال نعمة من نعم الله جل وعلا، وحبب إلى الناس كما قال الله جل وعلا:
زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث والمال، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: نعم المال الصالح للعبد الصالح. ونبينا عليه الصلاة والسلام قال: إن الدنيا حلوة خضرة وإن الله مستخلفكم فيها فناظر كيف تعملون، فناظر كيف تعملون. فكل واحد منا يتقي الله جل وعلا. واعلم يا عبد الله أنك ستسأل عن المال سؤالين اثنين. قال عليه الصلاة والسلام: لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع، منها عن ماله، من أين اكتسبه وفيما أنفقه، من أين اكتسبه وفيما أنفقه. فمن أين اكتسبت المال؟ أمن حلال أم من حرام يا عبد الله؟ ونبينا صلوات الله وسلامه وبركاته عليه قال: إنما الدنيا لأربعة نفر. وانتبه يا عبد الله، الدنيا لأربعة نفر. أولهم يا عباد الله من هو؟ رجل أتاه الله العلم أو أتاه الله الحكمة وأتاه الله المال، فهو يعمل بعلمه في ماله، فذاك أعلى المنازل. الثاني رجل أعطاه الله العلم ولم يؤته مال، فيقول: لو أن لي من المال مثل فلان لعملت بعملي فيه، فهما في الأجر سواء. رجل فقير لكنه عالم، يعني يعلم الخير من الشر، يعلم الحلال من الحرام، ورأى هذا الغني يقوم ببناء المساجد وحفر الآبار وإطعام المساكين وتزويج الأرامل وكل ما يفعل من خير من طباعة الكتب والمصاحف، كل ذلك. فقال: لو أن لي مثل فلان هذا لعملت بعملي فيه، ولم يعمل شيئا. يقول عليه السلام: فهما في الأجر سواء. انظروا إلى فضل الله جل وعلا. ثم يقول عليه السلام: ورجل آتاه الله مالا ولم يؤته علما، فهو يخبط بجهله في ماله كل مكان شر، كل خبث، خمر، زنا، خنا، كل شيء من شر فعله، فهو أخبث المنازل عياذا بالله، وهو رابعها. قال عليه السلام: ورجل لم يؤته الله مالا ولا علما، لا عنده أموال ولا عنده مال، لا عنده علم ولا عنده مال، فيقول: لو أن لي مثل فلان، أي مثل فلان الغني الفاجر، لعملت بعملي فيه، فذاك أخبث المنازل. لا طال شيئا من كل ما يغضب الله جل وعلا، ويعذب بعذاب الذي فعل الشر كله مع أنه لم يفعل شيئا. فاتقوا الله يا عباد الله في الأموال، اتقوا الله في الأموال، اتقوا الله واعلموا أنكم محاسبون، واعلموا أن المال إنما أنزله الله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنا أنزلنا المال لإقام الصلاة وآتى الزكاة. فكل مال يمنعك من رضا الله فهو مال حرام، كل مال يدفعك إلى النار فهو عدو لك يا عبد الله، عدو لك، ستحاسب عليه، ستحاسب على كل ذرة، كل ذرة من المال ستحاسب عليها بالمثاقيل، الميزان عند الله بالمثاقيل. فاتقوا الله يا عباد الله، واعلموا أنكم بين يديه واقفون وإليه راجعون، وأننا سنوزن وأعمالنا ستوزن، فماذا نقول لربنا يا عباد الله؟ واعلم يا عبد الله أن الأجل يأتي بغتة، أن الأجل يأتي بغتة، وأن ابن آدم لا يملأ عينه إلا التراب. يقول ابن آدم: مالي مالي، وليس له من ماله إلا ما أكل فأفنى، أو تصدق فأبلى، أو لبس فأبلى، أو تصدق فأبقى، أو كما جاء في الأثر. عباد الله، علينا أن نتخلص من كل مال حرام، وإلا فالويل ثم الويل، واللعنة والمنع من دخول الجنة ودخول النار، وإلا لن يقبل الله دعاءك، ولن يرفع لك طاعة، ولن يرفع لك طاعة،
ولن يبارك لك في شيء، فاتق الله يا عبد الله. وربنا جل وعلا يقول: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. فالتقوى سبب للرزق، والمعاصي سبب للشر كله. فما نزل بلاء إلا بذنب، وما رفع إلا بتوبة. وإن العبد ليحرم الرزق بالذنب يصيبه. أسأل الله أن يعيذني وإياكم من الحرام. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك، اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك، واغننا بفضلك عمن سواك، واغننا بفضلك عمن سواك، واغننا بفضلك عمن سواك. اللهم طهر قلوبنا، اللهم طهر قلوبنا، واخلص نياتنا، واخلص نياتنا، واكفنا شر أنفسنا، ولا تؤاخذنا بذنوبنا، وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم هيئ لنا من أمرنا رشدا، اللهم هيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم آتي نفوسنا تقواها، اللهم آتي نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نعوذ بك من شرور أنفسنا، ونعوذ بك اللهم من سيئات أعمالنا. اللهم أخلص نياتنا وأصلح ذرياتنا، واشف اللهم أمراضنا ظاهرة وباطنة، اللهم اشف أمراضنا ظاهرة وباطنة. اللهم ارحم أمواتنا أجمعين، وارض عنا وعنهم يا رب العالمين. اللهم اصلح ولاة أمور المسلمين، اللهم اصلح ولاة أمور المسلمين. اللهم احفظ جميع بلاد المسلمين من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم من أرادنا والمسلمين بسوء فأشغله في نفسه، واجعل كيده في نحره، وأرنا فيه عجائب قدرتك. اللهم عليك بأعداء دينك، اللهم عليك بأعداء دينك. اللهم احصهم عددا واقتلهم بددا، ولا تبق منهم أحدا. اللهم ارزقنا رزقا حلالا طيبا مباركا فيه، اللهم ارزقنا رزقا حلالا طيبا مباركا فيه. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد.